وعشان اكون موضح الصوره بالنسبه لدودي الجباس كابتن مدحت، فهذا اللاعب مواليد 89 وما شاء الله بيبدع مع فريق النادي المصري. هيتمكن نادي الاتحاد من احراز هدف التعادل، واللي كان برضه بيتكلم عليه الكابتن حسام يقول فيه شك انه في تسلل، لكن هو الحقيقه واضح ان الكاميرا مش موضحاه. ده طبعا ناصر حسنين لاعب فريق المصريه للاتصالات السابق واللي انتقل هذا الموسم لفريق الاتحاد السكندري. شايفين اللعبه وشايفين فيها شك برضه، بس لازم الكاميرا الجانبيه يا كابتن ابراهيم. لا بص بعد اذنك اللعيب هيوصل من خط السته، نرجع تاني نشوف هتلاقي لعيب نادي الاتحاد هو الاقرب لخط السته بالظبط يا كابتن. بعد كده هيتمكن فريق المصري من احراز 3 اهداف متتاليه يا كابتن مدحت عن طريق دودي الجباس اللي بعتبره نجم اللقاء وهاتريك، واعتقد ان مفيش لعيبه من النادي المصري بقى لها فتره احرزت هاتريك، واعتقد النادي المصري بقى له فتره ما كسبش 5، واعتقد النادي المصري ما كسبش خارج ملعبه مكسب مشرف زي ده. اخر واحد عمل هاتريك كان مسعد السقا في التمرينات. معلومه جميله يا استاذ سيف. والاستاذ سيف قال لنا برضه يا كابتن هيثم انه اول فوز في بدايه الموسم المصري من فتره طويله ايضا. بالظبط كده. مسعد ساعة على فكره عمل هاتريك في ماتشين متتاليين. بالظبط كده. بالظبط كده. ده احمد شيري قناوي طبعا دولي بيستغل مهارته في الاختراق وبيلعبها لدودي الجباس، وشايفين اخطاء دفاع الاتحاد واضحه جدا وانفراد تقريبا بسمير عاشور عشان يتمكن دودي الجباس من احراز الهدف الاول له والهدف الثالث لفريق المصري البورسعيدي.